خطبة الجمعة من مسجد الدلاشة في أرض المحط حرصها الله لأخينا المبارك أحمد المشرعي حفظه الله تعالى. إن المتكلم عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز لسانه وينغلق فكره عن ماذا يتحدث، عن مصيبة الكون، عن ماذا يا عباد الله. فهكذا يا أيها الناس، إن الله عز وجل جعل الحياة الدنيا دارا للممر لا دار مقر. في السابع من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، إن مأساة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأساة عظيمة. كيف يا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من عاشر أصحابه وعلمهم وأدبهم وجاهد في سبيل الله عز وجل، وإن يعيشوا معه ويتلذذوا برؤيته ويسمعوا من كلامه إلا ويفاجأوا بموته صلى الله عليه وسلم. حرقة الفؤاد على وفاة خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. يا رب صل على النبي المجتبى ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وآله ما اهتزت الأفلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا أيها الناس عباد الله في هذا المكان الطاهر في بيت من بيوت الله عز وجل. أيها الناس، إن أعظم الوصايا بعد المحامد والتحايا الوصية بتقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله كفاه ومن توكل عليه وقاه. أيها الناس عباد الله، إننا في شهر ربيع الأول الذي يذكرنا بمأساة من مآس قد مضت وصفحة قد انطوت. إنه يا عباد الله في هذا الشهر العظيم توفي
سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما ولد في هذا الشهر، ولكن يا عباد الله إن الله عز وجل خلق الخلق أجمعين ثم ختم عليهم بالموت، فما من نفس إلا وستموت، وما من نفس إلا وتغادر هذه الحياة. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من ضمن من رحلوا ومن ضمن من تركوا هذه الدار التي ليست بدار قرار. نعم يا عباد الله، فالواجب على المسلم العاقل أن يستعد للقاء ربه وأن يتزود لآخرته، فهي دنيا قليلة ودنيا زائلة. أين السالفون وأين الماضون وأين الأقدمون؟ قد واراهم التراب وقد وسدوا في الثرى. إن وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بتلكم المصيبة، بل هي مصيبة فوق كل مصيبة. إنه سيد الأولين وسيد الآخرين، من خيره الله عز وجل بين الحياة وزينتها وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزينتها وما عنده فاختار ما عند الله. فبكى الصديق رضي الله عنه حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: والله ما أدري لما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمة إشعارا أنه سيغادر وأنه سينتقل إلى مولاه سبحانه وتعالى. وقد نزل القرآن الكريم وهو يخبرنا عن نفس تموت وعن نفس تنتهي. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك يا رسول الله ميت، منتقل من هذه الدنيا إلى لقاء ربك وإنهم ميتون. نعم يا عباد الله، فهذه الآية نزلت إخبارا عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما نزل وهو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم وبانتقاله إلى مولاه. قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت إنذارا بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن مأساة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأساة عظيمة. كيف يا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من عاشر أصحابه وعلمهم وأدبهم وجاهد في سبيل الله عز وجل، ما إن يعيشوا معه ويتلذذوا
كلامه ويسمعوا من كلامه إلا ويفاجأوا بموته صلى الله عليه وسلم. إن هذه لمن المصيبات العظام التي يصاب بها القلب طالما تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأني بالمدينة بسمائها وأرضها وجبالها وسهولها، وكأني بمنبره ومحرابه يحن إلى رسول الله ويندب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين عند وقت الضحى في 12 من شهر ربيع الأول إجماعا بإجماع المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في 12 من شهر ربيع الأول. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولقد كان صلى الله عليه وسلم قبل موته بأسبوع ذهب إلى البقيع وصلى عليهم، وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، قبل موته بأسبوع وهو يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام عندما مرض واشتد عليه الألم والوجع فمكث صلى الله عليه وسلم 13 يوما وهو يعاني سكرات الموت، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى أصحابه ويحدثهم، وتارة يشتد عليه الوجع والألم فلا يستطيع أن يخرج إليهم، وكانت الحمى يحسها من بحوله من شدة ما بلغ به صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الأحد، الليلة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى أصحابه ويقول: أيها الناس، إني لأنظر إلى حوضي من هذا المكان. ثم وعظهم وذكرهم. وفي صلاة الفجر ينتظر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمهم فيفتقدوه، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما كان في صلاة الفجر فتح صلى الله عليه وسلم الستار، وكان بيته بجانب مسجده، فاستبشر الصحابة، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع ما به وأنه سيخرج إليهم ويؤمهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن امكثوا في مكانكم، ثم رد الستار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يا عباد الله، هذا هو الأجل المحتوم، وهذا هو القدر المقدور الذي لا يجاوزه بشر ولا يجاوزه مخلوق، بل كل نفس تذوق الموت وتحس به. ولكن هذا من رحمة الله بالمؤمن، إذا اشتد عليه النزع واشتدت عليه السكرات فإن هذا من تطهير الله له لذنوبه حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة، كما صح ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي لحظات الموت وفي اللحظات الأخيرة التي كان صلى الله عليه وسلم في بيته فاستأذن أن يدخل في بيت عائشة ومكث عندها أسبوع في أيام مرضه، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يغشى عليه وتارة يفيق ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت فاطمة رضي الله عنها بجانبه، وكانت تبكي وتقول: وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه، أو أبتاه
إلى ربنا ننعاه، وأبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، فإنه صلى الله عليه وسلم اشتدت به سكرات الموت حتى كان بجانبه إناء فيدخل يده في الإناء ويمسح بها وجهه ويقول: إن للموت لسكرات. وفي الأوقات الأخيرة واللحظات الأخيرة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بوصايا عظام، وكان آخر ما كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى تدلى لسانه وعجز أن ينطق بكلماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا معاشر المسلمين إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت ومن شدته، وإنه صلى الله عليه وسلم مات في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان آخر ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سواكا فاستاك به، فقد دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو أخو عائشة رضي الله عنها. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عبد الرحمن ومعه السواك. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت من رسول الله أنه يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن وقلت: كأنك تريده يا رسول الله، فأشار: أي نعم. فأخذته عائشة وبللته وفتتته ثم أعطته رسول الله، فجعل يستاك أحسن ما كان يستاك صلى الله عليه وسلم، طيب حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. وما هي إلا لحظات ويغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحاف ثم يغادر من الدنيا، فسقط ومال عليه الصلاة والسلام. ثم صعدت روحه إلى السماء بمحمد، خطر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم، وله الشفاعة والمقام الأعظم، يوم القلوب لدى الحناجر كظم. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وكماله، فبربه صلوا عليه وسلموا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها الناس عباد الله، لا عجب أن تبكي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بكى عليه أصحابه، وكما اندهش من هذا الخبر الذي جعل على القلوب طامة كبرى عندما فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقت روحه جسده وغطي، وانتشر الخبر في الناس انتشارا عظيما، ويسمع عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، إذا به يشتد غضبه على من يقول إن رسول الله قد مات، فأخذ سيفه وقال: والله إن رسول الله ما مات، وإنه قد ذهب إلى لقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه 40 يوما. ثم قال: أيها الناس، من قال إن رسول الله قد مات فإن رسول الله سيرجع إلينا وسيقطع أرجلا وأيديا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيته، فذهب عندما سمع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجده قد غشي عليه وقد غطي عليه فقبله بين عينيه وبكى وقال: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وجمعهم، وكانت هناك ضجة عظيمة في مسجد رسول الله، فتكلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، إن رسول الله قد مات، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات. فجعل الصحابة يتعجبون من هذه الآية وكأنهم لأول مرة يسمعوا بها، حتى قال عمر الفاروق: حتى جثيت على ركبتي من شدة ما دخل على قلبي. وكأني والله لأول مرة أسمع هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم يا عباد الله، ومكث صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، فكانوا يصلون عليه أفرادا ورسل صلى الله عليه وسلم. ولما دفن تقول فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. فقال أنس رضي الله عنه: والله ما طابت ولكننا ألجمنا أنفسنا إلجاما. ويقول أنس رضي الله عنه كما عند الإمام الدارمي: والله ما رأيت يوما كانت المدينة فيه أجمل ولا أبهى من يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت المدينة أظلم من يوم مات رسول الله، مات نبيهم، مات رسولهم، مات قائدهم، مات حبيبهم صلى الله عليه وسلم، مات خير الورى وسري عليه في الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أيها الناس عباد الله، إن المتكلم عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجز لسانه وينغلق فكره عن ماذا يتحدث، عن مصيبة الكون أم ماذا يا عباد الله؟ فهكذا يا أيها الناس، إن الله عز وجل جعل الحياة الدنيا دارا للممر لا دار مقر، فعلى المسلم أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يحاسب نفسه، وأن يتقي الله عز وجل في أهله وجيرانه، وأن ينتظر يوما يقف فيه بين يدي الله عز وجل، لا أنيس ولا جليس، لا قريب ولا بعيد، إنما تحاسب على نفسك. أنت الذي تسود وجهك أو تبيض وجهك في غدك، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.